السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. بعد حملة التطهير اللي الداخلية عملتها ولمت النماذج اللي مكشوفة قوي قوي ومستفزة للناس كلها على التيك توك، وبيجيبوهم واحد ورا التاني، والناس مبسوطة لأن الناس كانت بتطالب من زمان بأن الناس اللي فلوسها يعني مشبوهة، دي فلوس مشبوهة. ايه واحد بيدخل على التيك توك خلال شهر تلاقي معاه ملايين، منين؟ تعب في ايه؟ عمل ايه التعب اللي هو عمله في حياته عشان يجيب الملايين دي؟ هو قاعد يقول كبس كبس. اتفاجئت بخبر غريب جدا. الفنانة بدرية طلبة كاتبة بوست زعلانة من الناس الفرحانة وبتقول عليهم شامتين، الناس شمتانة في الناس اللي اتاخدت. هو حضرتك زعلانة ليه؟ يعني انت بتحجري ليه على رأي الناس؟ الناس زعلانة، الناس فرحانة، كل واحد حر. وبعدين اشمعنى حضرتك انت الوحيدة في الفنانين اللي زعلانة على ايه؟ على ان هم الداخلية خدتهم؟ شوفوا بتقول ايه. بتقول سيبك من اللي بيقول لك انه فرحان علشان البلد تنضف، واسلوبهم وطريقتهم ومحتواهم والهجص ده. اللي محتواه قليل الادب يتعاقب، وغير المحترم يتعاقب، واللي بيغسل يتعاقب. طيب هو حضرتك الداخلية نفسها بتقول ان الفلوس بتاعتهم مشبوهة، ما يعرفوش مصدرها ايه، وبيقولوا ان المحتوى بتاعهم بيحض على الفسق والفجور. حضرتك مش عاجبك بيان الداخلية؟ حضرتك شايفة فلوسهم حلال؟ منين حضرتك عرفت ان فلوسهم حلال؟ انت بتقولي ان فلوسهم اللي بيغسلوا يتعاقبوا. طب حضرتك عرفت منين؟ يعني انت بتعرفي منين اللي فلوسهم حلال من الحرام؟ لما يدخل واحد داعم بيرمي ملايين على الناس اللي قاعدين بيقولوا كبس كبس، احدف لنا اسد واعمل لنا واعمل لنا. انا ماليش دعوه بحضرتك بتدخلي، يمكن في داعمين بيرمولك من غير ما تطلبي، لكن كل الناس اللي داخلين على التيك توك بيطلبوا الدعم. هو في واحد شقيان طول عمره وبيشتغل وربنا رزقه علشان هو اجتهد وتعب وبقى معاه ملايين ومليارات، يروح يبعتر فلوسه على التيك توك ويضيع وقته علشان يرمي للناس اللي قاعدين بيهزروا وبيضحكوا مع بعض؟ انا اسمي داعم برمي فلوسي في الهوا؟ جبتي منين فلوس زي دي بتقولي عليها ان هي عرفتي منين ان هي حلال وان هي ازاي مش مشبوهه؟ انا فلوسي لو حلال هدخل ابعترها على التيك توك؟ وبعدين يعني ايه واحد زي شاكر بجد؟ يعني حاجه اخر استفزاز. يعني ايه بيقعد على التيك توك في اليوم بيقفل مليون جنيه؟ يعني في الشهر 30 مليون، يعني في السنه نص مليار. قاعد بيعمل ايه؟ هو فين الاجتهاد؟ هو فين التعب؟ وبعدين بتقولي دي ارزاق. هو ربنا بيرزق الناس اللي على التيك توك بس؟ والناس اللي شقيانه وتعبانه ومتمرمطه وما بيلاقوش فلوس في الاخر؟ انت شايفه ان الفلوس دي حلال؟ طيب انت ما شفتيش البنات اللي كانوا بيلموا العنب وبيقوموا من الفجر يشقوا ويتعبوا ويتمرمطوا علشان 150 جنيه في اليوم؟ الناس دي فلوسها هي دي فلوس الحلال. لكن اجيب بنت انا عارفه ان هي اصلا يعني معدومه وواحده جهله ولا تفقه شيء، واجيبها اقعدها وانجمها والمعها واخليها معاها فلوس وعربيات وشغالات وذهب ومستويات راقيه. ده واحده زي ام مكه بتقول لك ان انا زعلانه من نفسي ان انا ممكن اكون في يوم من الايام اتخانقت مع حد. ما ينفعش ان الست ام مكه تنزل بمستواها وبتتخانق. انتوا متخيلين ام مكه بتقول على نفسها تنزل مستواها؟ الست ام مكه تنزل بمستواها؟ انا زعلانه من نفسي ان انا عملت كده. انتوا صدقتوا نفسكم بجد؟ ولا واحده زي ام مكه برضه تطلع الفاتوره بتاعتها للناس وتقول لهم انا جايبه بقلب 57,000 جنيه وتطلع علشان توري الناس وتشتمهم؟ يعني انا عايزه اقول ان الناس اللي داخل عليها الفلوس جديد المحدثه نعمه هم اللي بيعملوا كده. لكن الناس الشقيانه او الناس الشبعانه اللي بيبقى اصلا عندهم فلوس لا يمكن هيفتحوا بيوتهم للي يتفرج ليل ونهار ونقول انا جبت شغاله، انا جبت عربيه، انا جبت كذا، انا عملت مطبخ ب 300,000 جنيه، انا شايفين اللبس بتاعي. انت مش محتاجه تعملي ده لو انت شبعانه، لكن انتوا محدثين نعمه. كل الناس دي محدثه نعمه. ويعني ايه اللي قاعدين على التيك توك قاعدين بيجيبوا ملايين وشباب تعبان وشقيان ودكتوراه وماجستير قاعدين ما بيشتغلوش
ولو اشتغلوا هيلموا ملاليم. تخلوهم يقعدوا يتحسروا ويقول لك انا ضيعت عمري في مذاكرتي، انا استفدت ايه من اللي انا عملته؟ بتندموهم عن انهم مثقفين وبتنجموا الجهله. عايزين تخلوا الشعب كله او الشباب كله يطلع جاهل؟ نجيب الجهله نلمعهم ونكبرهم ونقول لهم تستحقوا الملايين، وانتوا يا مثقفين يا شحاتين احنا احسن منكم. مش هي دي القصه؟ وبعدين يعني ايه في فلوس على التيك توك نظيفه وفي فلوس مش نظيفه؟ ما الكل عارف. وانتي عارفه يا فنانه ان فلوس التيك توك كلها غسيل اموال. مين اللي فلوسه حلال هيرميها على الناس؟ داعمين مين اللي هيجوا يرموا فلوس على الناس؟ دي ناس بتدخل الفلوس علشان فلوس مشبوهه، وبيدخلوها البلد عشان يغسلوها، بيدوا للناس بيرموا عليهم الفلوس ياخدوا منها نسبه والباقي يدخلوه البلد والناس كلها عارفه. والقصه دي الناس كانت بتنادي من زمان وبتقول شوفوا لنا الناس دي بتجيب الفلوس منين، ويجوا لما يقع واحد ورا التاني. حضرتك بتزعلي؟ زعلانه ليه؟ احنا نزعل على الناس اللي قاعده ما بتشتغلش وناس قدامها جهله، هم دول بقوا نجوم المجتمع. طبعا لازم نزعل ونتضايق ونفرح ان الناس دي بتتلم اذا كانت الداخليه نفسها شايفه كده. حضرتك انت معترض على بيان الداخليه؟ انا لحد حالا انا مندهشه ومش عارفه حضرتك زعلانه ليه. يعني لما يلموا النماذج اللي زي دي زعلانه على مين فيهم بالظبط؟ ايه مداهم وشاكر وممكه ومساجده ودينا مراجيح الله يرحمها والشويه اللي اتقبض عليهم دول كلهم، يعني مين فيهم اللي مزعلك؟ التيك توك بعد ما الناس دي اتلمت، يعني لو ابره اترمت هتسمع صوت، هيطلع صوت. الناس كلها خايفه دلوقتي، مستنيين يشوفوا العيال دي هتطلع تاني، الناس دي هترجع تاني ولا لا. هو الزعل يعني حددي لي حضرتك انت نقطه نقطه، يعني ايه اللي بيعمل حاجه غلط والناس القذره؟ هو حضرتك انت الحاجات الغلط كلها انت تقصدي الناس اللي بتقلع والحاجات اللي زي كده دول اللي يتشالوا، والناس اللي قاعدين بتلم ملايين قاعدين على كراسي لابسين هدومهم وقاعدين محترمين وبيتكلموا وبيهزروا مع بعض، بس كلامهم كله فيه ايحاءات والفاظ خارجه وكلام مش معنى ان هم لابسين وقاعدين ان هم محترمين. يعني انت عايزه الشويه اللي بيقلعوا دول اللي يتفلتروا ويترموا ونسيب التيك توك عادي جدا ناس بتترمي لها ملايين دعم، هم دول اللي محترمين؟ حضرتك بتصنفيهم كده؟ يعني دي القذاره ودي النظافه. الناس اللي قاعده بتلم فلوس دي المحترمه قاعدين على كراسي بيهزروا. حضرتك انت مش انت اللي بتصنفي وانت اللي بتفلتري وانت اللي بتقولي مين فلوسهم حلال ومين حرام، وانت شايفه ان دي ارزاق، الارزاق ربنا بيقسمها على الناس كلها، وربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك، لكل مجتهد نصيب. هم اجتهدوا في حاجه؟ فين الاجتهاد بتاعهم؟ ان هم قاعدوا يقولوا كبسوا؟ يعني حضرتك انت اشرحي لي بس التيك توك ده عباره عن ايه؟ تطبيق الناس كلها بتنادي بحظره، الناس كلها مش عاجبها التطبيق، شعب كامل زعلان، كام الف هم اللي بيدخلوا التيك توك بيتربحوا منه. وبعدين هي فين الارباح؟ حضرتك بتقولي ان الفلوس اللي هم بياخدوها دي من تعبهم وان دي ارباح. دي مش ارباح، ده دعم. الداعمين بيرموا لهم الهدايا، هم بيتعبوا في ايه؟ الارباح دي لما يكون في حد له محتوى محترم، مثقفين وقاعدين بيعملوا محتوى بيفيد الناس، تعليمي في اي فايده، وبيبقوا على تيك توك، مش على تيك توك حتى، ده بيبقى على اليوتيوب وعلى الفيسبوك ولهم فيديوهات، دول تصنيف فيديوهات محترمه، دول بيدوهم البرنامج بيديهم في شراكه، بتديهم على المحتوى ده اسمه ربح، ده الربح بتاعهم. لكن حضرتك اللي بيترمي الدعم ده الهدايا دي ما اسمهاش ربح. ربحوا ايه؟ هم تعبوا في ايه علشان يتربحوا؟ هو ما انش الاوان يا فنانه ان احنا نقول كفايه كده؟ الناس اللي شبهتنا والناس اللي فضحتنا والالفاظ والايحاءات وخدش الحياء والذوق العام اللي اتغير والموازين اللي اختلت والناس اللي تحت بقت فوق واللي فوق بقوا تحت، والمبسوطه من اللي بيحصل. انا مندهشه جدا، انا مش بهاجمك، انا مستغرباكي. الناس كلها بتقول يا رب اللي بعدهم ييجوا واللي بعدهم ييجوا، وتطبيق كل فلوسه مشبوهه وحرام، بتدافع عنهم ليه؟ احنا كلنا فرحانين
ان الدنيا بتتظبط، الداخليه شايفه شغلها كويس جدا جدا، كل حد بيعمل بلاغات بيجيبوهم يحققوا معاهم، بيدخلوا بيفتشوا بيوتهم دلوقتي وبيطلعوا منها. يعني واحد زي مداهم النهارده لما راحوا شقته طلعوا منها حشيش وافيون وذهب وعملات، وطلعوا حاجات كتير جدا جدا. او واحده زي ام مكه راحوا فتشوا في شقتها وخدوا خزنه الله اعلم فيها ايه. كل ما بيدخلوا شقه بيطلعوا يعني الحاجات، الفلوس دي كلها والمشاريع اللي بيعملوها دي كلها والمطاعم والشقق التمليك والعربيات والذهب. يعني مفيش حاجه لفتت نظرك ابدا ان الفلوس دي لا يمكن تكون حلال، لا يمكن تكون فلوس نظيفه؟ هو الحلال بالسهوله دي؟ يعني انا اشتغل شهر يبقى واحده زي البنت اللي بتاعت المناديل اللي اسمها علياء قمر، شهر واحد يبقى معاها $500,000 جنيه. البنت كانت بتقف في الاشارات المرور وتعمل وتقدم للناس مناديل وتقعد تغني قمر، وطلعت على التيك توك $500,000 في شهر. ايه الحلال حضرتك انت؟ يعني اوصف لنا بجد بجد. يعني انا واحده يمكن جاهله مش فاهمه التيك توك، يمكن الحاجات اللي انا قلتها دي كلها غلط وكده. الناس كلها اللي تعبانه ده الشباب من كتر التعب النفسي يا عيني، وهم بيتفرجوا على اللي بقى معاهم ملايين ومليارات وهم شقيانين ومعاهم شهادات عليا وما بيشتغلوش، بيتخلصوا من حياتهم. الشباب ما بقاش لاقي يا عيني حاجه، لا فلوس، لا بيتجوزوا ولا بيشتغلوا ولا بياكلوا ويشربوا ويتعالجوا ولا اي حاجه، بياخدوا الشهاده ويترموا جنب اهاليهم على الكنبه ما بيشتغلوش، واذا اشتغلوا بارقام ما تتذكرش. ايه اللي حلو بقى في البرنامج حضرتك؟ قولي لي، طلع لنا بس الفكره. يعني انت حضرتك انت بتدافع عنهم ليه؟ وشايفه ان الناس شمتانه فيهم، وان الناس دي ما عندهاش دم وعيب ومش خايفين على البلد وخليها تنضف، وان كل دي شعارات كدابه، وحضرتك شايفاها من زاويه تانية. بجد انا مندهشه جدا، وللمره التانية انا مش بهاجمك، انا واحده من الناس اللي بتحب تتفرج على افلامك ومسلسلاتك وبقعد اضحك وبقول يعني هي لها شخصيه لوحدها كده، لها كاركتر لوحدها. لكن هو مش معنى حضرتك انك بتطلعي تقعدي على التيك توك معاهم ان تبقي زعلانه، وفي المقابل الناس اللي فرحانه زعلانه منهم. دي مش شماته يا فنانه، ده حق، ده حق. وبنطالب وهنطالب ان التيك توك يتحظر من مصر، عشان هو ده اللي هيخلي البلد تنضف. احنا اتشبهنا، التطبيق ده شبه كل الستات، كل واحده مجنونه عايزه فلوس تجري على التيك توك تعمل الحركات والحاجات اللي انتوا بتشوفوها. ويا ريت بعد اللي بيعملوه ده، حتى بعد ما بيقلعوا برقع الحياه بيلموا الفلوس اللي قاعدين بيقولوا كبسوا وبيرموا لهم الملايين دول، مش قد دول. بيخسروا نفسهم وسمعتهم ودينهم وشرفهم وكل حاجه علشان الفلوس. ولا اي واحده بس يشاور لها شاكر علشان يقول لها ان هو هيعمل معاها جوله، دي بتبقى هتتهبل وكأن استغفر الله العظيم يا رب ده مقسم الارزاق. حرام بجد حرام. احنا تعبنا خلوها تنضف، وهنفضل نقول خلوها تنضف، وبنتمنى كل الناس الباقيين اللي وراهم واللي زيهم الداخليه تكمل جميلها علينا وتلم الناس دي كلها. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.